يا ترى لو السنة متدمرة ممكن نعيد إحيائها تاني؟ لو عندي تسوس أكل جزء كبير من السنة زي في الصورة كده، هل ينفع نحشيها ولا نخلعها وخلاص ولا نعمل إيه؟ بص يا سيدي، لو السنة فاضل في جدرانها 2 مللي اول اراوند، يعني حوالين السنة كده، بصيت على السنة لقيت في جدرانها 2 مللي، تمام؟ ساعتها ممكن نعمل لها حاجة اسمها بوست وكور. بوست وكور دي عبارة عن مسمار بنحطه في الضرس بحيث ان احنا نقدر نبدأ نحشي عليه ونبني عليه الحشوة، تمام؟ طيب افرض مثلا انا ما لقيتش ال 2 مللي دول، لقيت ان السنة متساوية باللثة خالص، مفيش فيها اي ضرس خالص، اعمل ايه ساعتها؟ هل ساعتها بقى نخلع؟ خد تعالى، بس انا عارف ان انت هتموت وتخلع الضرس، مش هنخلعه برضه. هنعمل ايه؟ في حل اسمه كراون لينسنج. الكراون لينسنج ده عباره عن ان انا بفتح في اللثه وبشيل جزء من العظم، حاسس ان انا ابين جزء من الضرس، يعني دور الجزء من الضرس اللي متغطي بالعظم ده ابينه واطوله. وفي حل كمان تاني اسمه اورثودونتيك اكستروجن، ان انا بقى الأورثو بالتقويم واقوم ساحب الضرس ده مخرجه لبره، شده لبره كده، حاسس ان هو ايه، يبقى عندي جزء ال 2 مللي ده اللي اقدر ابني عليه البوست والكور. طب افرض بقى انا لقيت مثلا الكراون روت ريشيو مش تمام، يعني لقيت مثلا النسبة اقل من 1:1 او 1:1 حتى، ساعتها اخلع يا باشا وانت مطمن، الضرس ده مفيش له حل. وساعتها الحل ان انت تعمل زرعة وتحافظ بقى على غسيل سنانك وبس كده. ده كان فيديو النهارده. اهم حاجة في نهاية الفيديو ما تنساش تصلي على النبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.